والكشف عن السبب الحقيقي اللي خلى هانز فليك يبدل رافينيا قدام ريال اوفيدو. اللاعب البرازيلي كان نازل الملعب وهو لسه متاثر بصدمه البالون دور واللي راحت لعثمان ديمبلي 65 دقيقه ابو الكباتن وهو تايه، يعني فقد الكره 15 مره وتمريراته كلها كانت ورا، والجماهير ما كانتش مصدقه ان دي نسخه رافينيا ابو الكباتن اللي المفروض يكون من افضل 5 اجنحه في العالم، واللي من وجهه نظري انا شايف ان هو اتظلم جدا في البالون دور، واللي كان المفروض يكون تاني اصلا بعد عثمان ديمبلي. فليك هنا قال له كفايه واستبدله في الدقيقه 65 ونزل مكانه ليفاندوسكي، وبعد 4 دقايق بس يا ابو الكباتن ليفاندوسكي بيسجل وبرشلونه بيقلب النتيجه. لكن المفاجاه الكبيره اللي كشفتها التقارير الصحفيه ان رافينيا ما طلعش علشان الاداء بس، الراجل كان عنده انزعاج في العضله الخلفيه، اصابه بسيطه يا ابو الكباتن ومش خطيره. يعني دلوقتي رافينيا بيعاني من ضغط نفسي رهيب بسبب البالون دور، وكمان عدم الراحه الكافيه لانه سافر ورجع تاني، واخيرا اتزنق بين اصابه عضليه. فهل رافينيا مستواه هيضيع زي فينيسيوس بعد ما ضاعت منه البالون دور ولا لا؟